هاتي فرخة بقى كده كيلو وربع كيلو ونص، اخرك 2 كيلو، المفروض تبقى اخرها كيلو وربع او كيلو ونص. وهاتها كده من السلسلة من ورا وافتحيها كده بسكينة حامية او بمقص حامي لو انت اول مرة تفتحيها. وفتحها كده فتحات عشان تدخل فيها التتبيله كلها. حاولي تشيلي السلسله اللي ورا دي كلها. فتحي بقى الصدر كده كذا تفتيحه كده من هنا ومن هنا والوراك ومن يعني من وش الفرخه ومن ظهر الفرخه. ليه بقى؟ عشان لما نتبلها تدخل التتبيله فيه. يستحسن الخطوه دي تعمليها من قبلها من بالليل. يعني لو عملتها من بالليل، خصوصا لو الفرخه كبيره زي كده. الفرخه دي كانت 2 كيلو، كانت عايزه تبقى اقل شويه. اخدها بقى اغسلها واسيبها في محلول النقع بتاعها واعملها التتبيله بتاعتها. عباره عن بصلتين، طماطمتين، قرن فلفل، كام فص توم، علبه زبادي، إيه التتبيله اللي انت بتفضليها. المحلول اللي انا بحطها فيه، بحط فيه شويه سكر وشويه ملح وورقتين لورا وحبه قرفه وحبه كمون وحبه دقيق، واحطهم في ميه واسيب الفرخه فيهم يعني مثلا قد ساعه كده ولا حاجه. جيب بقى الخلاط، حطيت فيه شويه علبه الزبادي، حطيت فيه البصل، الثوم، الطماطم، الفلفل، التوابل بقى اللي انت بتحبيها. انا حطيت بهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر وشويه ملح صغيرين وشويه فلفل وشويه كزبره. لو انت بتحب اي توابل تانية او عندك بهارات شويه حطيها. حط بقى في التتبيله كده، والفتحات اللي احنا عاملينها دخلي في قلبها التتبيله دي. اهم حاجه، دي اهم خطوه، دلكيها كده كتير كتير كتير. اهم حاجه من قدام ومن ورا زي ما قلنا الفراخ، وفي قلب التتبيله كده. وتغطيها بقى وتدخلها التلاجة. لو عملتها من بالليل زي ما بقول لك هتصبح معاكي ممتازه وطريه وشوربه التتبيله. هتدخلها بقى الفرن على درجه حراره عاليه، وبعد بعد نص سوا كده تقوم شايله الغطا من عليها وسايباها تكمل سوا وتاخد لون. بصي احسن من اللي انت جايباها من بره جاهزه. الفراخ مستويه ده بقى الورك اتخلع مني اساسا وانا بشيلها، ما كنتش عارفه اشيلها، بتطلع من بعضها. جربوا وشوها في البيت، ما تشتريها من بره تاني. هي التتبيله سهله وبسيطه وبتدخلها الفرن قدام عينيك. بص الورك كله اساسا كل حاجه بتطلع من بعضها كده، ايه حتى العظم مفيش حاجه ثابته. يلا جربوها والف هنا.